السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده جاتو الشوكولاته، وهنعمل جاتو الفانيليا بالفراوله، حاجه كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. ده الشكل النهائي، يا رب يكون بيعجبكم وتجربوا معايا الطريقه دي. سهله وبسيطه جدا. هنعمل دستتين جاتو بسيطه جدا جدا جدا. المقادير بتاعتي: انا جايبت نص كيلو من الاسبونج وحطيت عليهم نص كوبايه ميه، يا ريت تكون ساقعه، وحط عليهم 6 بيضات. هي دي بس الحاجه اللي انا بحطها. بحط معاهم معلقه محسن جل. بس هي دي الطريقه اللي انا هشتغل بيها. انا هخلص الفانيليا وضربها قدامكم زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين سمكها بقى عامل ازاي؟ انا عايزاها توصل للمرحله دي. اول ما توصل للمرحله دي وللتخانه اللي انتم شايفينها دي، بصوا بتمط ازاي. انا عايزه التقل ده كده. اول ما تعمل معايا زي منقار كده يبقى انا عرفت خلاص ان هي كده تمام. هبدا اصبها في الصاج بتاعي. انا عامله صاج 30 في 40 زي ما انتم شايفين كده. الصاج بتاعي هدخله الفرن، اهو اصلا مشغله الفرن قبليها على 180. احاول بقى ان اسويه وادخله الفرن على طول. انا عملت واحد تاني بالشوكولاته زي ما انتم شايفين كده، بس ما صورتوش معاكم. حاولت ان انا اسرع في الموضوع عشان ايه، مش شرط ان انا اعمل الاتنين مره واحده، هي نفس الطريقه ونفس المقادير. هبدا بقى انا اقشر زي ما انتم شايفين كده. اول طبعا ما طلع من الفرن وهو سخن، حطيت على وشه الورق اللي انتم شايفينه دوت، الورق الزبده، وغطيته بفوطه نظيفه، وسبته وبيته الليل بحاله، يعني سيبتها ليله بحالها عشان التشكيل بتاعها يكون سهل معايا وما تفرولش. خلاص كده انا نضفت. هبدا بقى ان انا اعمل معاكم الكريمه. الكريمه بتاعتي انا جايبه هنا، يعني هقولك ايه، انا جبت تمن وربع، يعني كيلو الا ربع. لا، كيلو الا ربع ايه، تمن وربع. ما اعرفش تحسبوها ازاي، هي تمن وربع، يعني ممكن نقول 350 400 جرام من الكريمه، لان كان عندي تمن اصلا وجبت عليهم ربع وحطيت زي ما انتم شايفين كده. اخد مني قد ايه؟ اخد مني نص لتر نص لتر من الميه. وبعد كده كل ما كانت بتعوز كنت بزود ميه ساقعه متلجه. انا ما حطيتش غير لما بعوز، لكن ما بدلقش الميه كلها مره واحده. حطيت في الاول الازازه اللي انتوا شايفينها دي معدنيه، دي نص لتر، فضيتها كلها. طبعا هي هتعوز قدها كمان ونص، بس انا ما بحطش الميه كلها مره واحده، بحسبها على حسب الاحتياج. الجو كمان حر اليومين دول، وما ينفعش خالص ان انا احط فيها حاجه تكون في حراره الغرفه، لازم تكون الميه متلجه. وانا وصلت للقوام ده كانت اخدت معايا تقريبا ازازتين وربع من الازازه اللي انتوا شايفينها المعدنيه دي، يعني اخدت لتر وربع من الميه. كده انا طلعت الاسبونج بتاعي وقشرته زي ما انتم شايفين كده، وهبدا بقى انا اقشره واعمله نصين زي ما انتم شايفين. دي محلول السكري اللي احنا بنعمله، اللي هي ايه، نص كوبايه ميه على كوبايه من السكر، وبقلبهم في ميه دافيه وبسيبهم لما بيبردوا تماما. انا كده بجلس بالكريمه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. ما تقوليش ان الكريمه كتير ولا اي حاجه، الكريمه حلوه قوي، والمستوى اللي انا عايزاه هو هيبقى بنفس الطريقه دي. انا كده جبت معايا الفراوله ومقطعاها زي ما انتم شايفين كده قطع صغيره جدا جدا، وبحاول ان انا اصفيها من اي سوائل هتنزل من الفراوله. انا مش عايزه الفراوله بالميه بتاعتها، انا بحطها بعد ما بقطعها بحطها في مصفى، مش عايزه فيها اي سوائل. هبدا بقى ان انا افردها كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهبدا بقى ان انا افرد الفراوله وافرد عليها طبقه تاني من الكريمه. انا عارفه ان كل اللي هيشوفها هيقول ايه الكميه دي كلها، وهتلزق ازاي، وهتبقى ماسكه نفسها ازاي. انا هوريكي ازاي هتكون ماسكه نفسها. جبت النص التاني زي ما انتم شايفين كده اهو، وهبدا برضو اعمل طبقه خفيفه الاول من الكريمه عشان خاطر ما تاخدش معايا الفروله بتاعه الكيك. بعد كده هحط تاني طبقه تانية كبيره من الكريمه. انا معايا كده ايه، هو مش سكرابر بصراحه، هو جلده كشكول من بتاع ولادي، بس اللي هو الجلده بتاعته حلوه قوي، عامله زي السكرابر بالظبط. فانا جبتها قلت عشان تبقى ماشيه معايا بنفس العرض بتاع الكيكه. ده جل تلميع على البارد، جل تلميع على البارد، هو تحطي السخن لتلميع الفواكه هو بس، لكن ده ينفع لتلميع الفواكه وينفع كمان انك انت تجلسي بيه زي ما انت شايفه كده. بيدي طبقه لمعه حلوه قوي، وبصراحه بتبقى كمان ليها طعم، بتخلي طعم الجاتو حلو قوي. حاولي على قد ما تقدري ما تبخليش فيه، لان كل ما يبقى ليه سمك كده وليه شكل على الجاتو بيدي فخامه بصراحه. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا امشيه، عشان طبعا كل ما باجي اشيل الاسباتيولا من عليها بتمط معايا، لان هو اصلا ماده مطه شويه. فانا بحاول بصي ان انا ايه، بسرحه تسريح كده بحيث ان انا املس عليه وما اشيلش واحط فيه، لان كل ما تشيلي وتحط فيه هتبوظي الشكل. كده الشكل بتاعي كده خلص خلاص، وانا بظبطه على الفريزر. هحطه في الفريزر قد ايه؟ هما الناس بتحطه في الفريزر ممكن تبيته، بس انا ما بيتوش عشان مستعجله عليه. انا حطيته 4 ساعات بس. وبعد كده اخدت نص الكريمه البيضه اللي انا عملت بيها الفراوله،
والنص التاني اللي بقى مني انا حطيت عليه جناش. انا كان عندي جناش حطيت عليه جناش. بصراحه لما بحط كاكاو بس الطعم مبقاش غني قوي. دي عندي النوتيلا اهي قابله للدهن. انا حطيتها هي طبقه الاول زي ما انتم شايفين كده. يا جماعه مش تقيله مش تقيله زي ما انتم متخيلين، الطعم حلو قوي. يعني في ناس هتقول لك ايه طعمها تقيل وكده، ايه كل الكميه دي؟ والله جميله جدا، تحفه بجد. طبعا كل الحاجات اللي انا قطعتها والزوايد دي ما اترمتش، طبعا الولاد بياكلوها، ولو عايزه اعمل بيها قبات هعمل بيها قبات، بس انا بصراحه ما بيستنوش عليا ان انا اعملها قبات بصراحه. وحطيت كده الطبقه التانية زي ما انتم شايفين كده. يبقى انا حطيت طبقه نوتيلا ومكسرات، وبعد كده طبقه كريمه، وبعد كده الطبقه التانية من الكيكه بتاعتي. كده هعمل لها شكل كده بالزجزاج زي ما انتم شايفين كده، وعلى التلاجة برضو كده. أنا لسه مطلعاها من الفريزر زي ما انتم شايفين كده. بصوا يعني ايه الفراوله بدات انها تبقى مجمده، فهتبقى صعبه في التقطيع، عشان كده بعيد وازيد كده رايح جاي بالمنشار بتاعي، لانها اخدت معايا تجميد جامد. هي هتسهل عليا التقطيع وكل حاجه زي ما انتم شايفين كده، لا حاجه هتبوظ ولا هتخرج منها الحشوه ولا اي حاجه خالص. عشان كده بقول لكم ما تستكتروش الكميه اللي انا حطاها في الحشوه. بصوا التقطيع عامل ازاي، تحفه. انت كده عملتي دستة من النص كيلو السبونش زي ما انت شايفه كده، حاجه كده فاخر جامده جدا وشيك جدا وتشرفك بصراحه. هجيب كده الفراولايه اللي انتوا شايفينها كده بحجمات صغيره، انا منقياهم بالحجم ده من اول ما جبت الفراوله، نقيتهم كده عشان خاطر ازين بيهم بصراحه. الحجم مناسب، ولا هي كبيره ولا هي صغيره، وشكلها شيك جدا. انا هستكفى بالشكل ده كده على الجاتو، مش هحط حاجه تاني جنب الفراوله خالص. هحط بس روزيتات قبلها وروزيتات بعدها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس الشكل ولا اروع بصراحه، شكله شيك جدا. انا عندي اللي هو الورق اللي هو بتاع الكاب كيك ده، انا بحط فيه الجاتو بتاعي زي ما انتم شايفين، بحيث ان انا يبقى سهل عليا ان انا انقله. يعني انا وانا شغاله الجو حر جدا، عايزه اقولك ان الحاجه بتسيح من ايدي، والحاجه ودرجه الحراره في المطبخ عاليه، وكمان الاضاءه اللي انا بشتغل بيها كمان مسخنه الدنيا. فالحمد لله انا طلعت النتيجه معايا كده، وكمان مساعدني انها خارجه من الفريزر. ده الشكل النهائي. طبعا في حد من ولادي اكل حته من المثلثه دي، انا بعدهم لكم، هم دول المفروض يبقوا 12، دول 11. بالالف هنا وشفا على قلبهم. وهبدا بقى اعمل الشوكولاته بنفس الطريقه. بصوا الزوايد اللي بتطلع دي زي ما قلت لكم ما بتترميش، بس بيطلع الشكل متناسق جدا. والله انا بقيس بمسطره بعناية كده، وطبعا اللي هياكلهم ولادي بالف هنا. فانا بعمل كده زي ما انتم شايفين كده، من غير بقيس بمازوره ولا بقيس بمسطره ولا اي حاجه. بس الحمد لله طلع برضو الشكل حلو قوي ومقبول جدا، والمقاس زي الفل. هبقى هعمل كده زي ما انتم شايفين كده بالكريمه اهو. مش كله هيبقى روزيتات وبس، انا عملت بقى اللي هو الشكل اللي انتوا شايفينه اللي هو عامل زي الفيونكه كده، واحط له بقى المره دي كريز، مش هحط فراوله. كان ممكن احط حاجه بني، بس انا هحط عليهم بسكوت زي ما انتوا شايفين بني، فانا ما حبيتش يبقى بني في بني يعني. كان ممكن احط لهم عليها ستريبسل وحاجات كده بنيات، بس انا ما حبيتش احط كده. حطيت اللي هو الاحمر، وحطيت معاهم صوابع البسكوت اللي انتوا شايفينها دي. ادي الشكل اهو معاكم، عمل من غير ما حد ما ياكل منهم حاجه، طلعوا 12 اهم زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله، شكل وطعم وشياكه رهيبه. هبدا بقى مع نفسي انا بقى احطهم في ورق، عشان خاطر مش هطول عليكم اكتر من كده، بس انا كل قطعه بحطها في ورقه الكب كيك.